مرحبا بكم الناس الكل في صفحة الترجي اللايف، الصفحة التي تهتم بكم أخبار الترجي التونسي. ونبدو إن شاء الله بأخبار كرة القدم، حيث تمكن فريق الترجي التونسي من تجاوز عقبة الفريق البوركيني والترشح لدور مجموعات دور أبطال إفريقيا بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-0 وتعادله في مباراة الإياب في 0-0 ليبلغ فريقنا دور مجموعات. أيضا تمكن فريقنا الترجي التونسي كل إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز البالغ من العمر 27 سنة لمدة 3 مواسم، وسيكون رودريغيز مؤهلا انطلاقا من الجولة القادمة للرابطة المحترفة الأولى ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. كذلك أنهى الترجي التونسي كل إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان النيجيري ونوشو أوغبولو البالغ من العمر 20 سنة لمدة 3 مواسم. نمر الآن لفرع كرة اليد، ففي إطار الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة اليد فاز الترجي التونسي على نادي الشيحة الشيحية 35-20 في قاعة الزواوي بحضور الجماهير. ونمر الآن لفرع الكرة الطائرة، حيث تتواصل استعدادات رجال الكرة الطائرة للترجي التونسي في قاعة الزواوي للموسم الرياضي الجديد، وحظ أوفر الترجي التونسي في باقي المشوار.